بعد قرون من الازدهار بدأت شمس الأندلس تميل ناحية الغروب. كانت بتميل ببطء لكن بثبات. وبعد وفاة الحكم المستنصر بالله انقسمت الدولة القوية اللي كانت في يوم من الأيام منارة العالم الإسلامي. الخلافة الأموية في قرطبة انهارت وبدأت ممالك صغيرة تظهر، سموها بملوك الطوائف. كل مدينة بقت دولة، ولكل دولة أمير، ولكل أمير طموح. وللأسف ما بقاش فيهم طموح يجمعهم، كله طموح يفرقهم. قرطبة، إشبيلية، غرناطة، طليطلة، أسماء كانت في يوم من الأيام رمز للعز، دلوقتي بقت مجرد عواصم متنحرة. المسلم بيحارب أخوه المسلم، والعدو الحقيقي واقف بيتفرج ومستني اللحظة المناسبة. وفي الوقت اللي كانوا بيتخانقوا فيه على حدودهم، ممالك الشمال المسيحية اتوحدت تحت راية واحدة، وبدأوا يستعيدوا مدن المسلمين واحدة ورا التانية، وبدأوا من الشمال للجنوب، وسموا الحركة دي حركة الاسترداد. ومع كل سقوط لمدينة كانت جزء من روح الأندلس بتتكسر. العلماء كانوا بيهاجروا، والمكتبات كانت بتتحرق، والمآذن بتتحول لأبراج كنائس. والحضارة اللي علمت أوروبا بدأت تنهار على إيد ولادها. ورغم محاولات المرابطين والموحدين إن هم يرجعوا المجد، لكن للأسف الشرخ كان كبير، والقلوب ما كانتش زي زمان. الأندلس ما سقطتش فجأة، سقطت كل يوم قطعة. ومع آخر مملكة فضلت واقفة وهي مملكة غرناطة، كان التاريخ بيجهز لآخر فصل في القصة. انتظرونا في الجزء الرابع عشان نشوف سقوط غرناطة ونهاية 8 قرون كاملة من المجد.